أنا مي، متجوزة بقالنا 3 سنين، وجوزي بيشتغل في السعودية. بيسافر كل كام شهر. البيت فاضي من بعده، بس بحاول أملى وقتي بأي حاجة: طبخ، شغل، ترتيب، أي حاجة تخلي اليوم يعدي. النهاردة الصبح المية كانت ضعيفة جدا، ولما فتحت السخان المية نزلت سخنة جدا، سخنة لدرجة إنها لسعت إيدي. قفلت بسرعة وقلبي بدأ يدق. اتصلت بجارتي صفاء أسألها على سباك. قالت لي في عم سيد، راجل كبير وهادي بس شغله مضمون، هبعتلك رقمه. فعلا كلمته وقلت له إن المواسير بايظة والمية سخنة زيادة عن اللزوم. رد عليا بصوته التقيل: ماشي يا مدام، 10 دقايق وهكون عندك. بعد شوية سمعت الجرس، فتحت الباب. الراجل كان في الخمسينات، جسمه مليان وشكله متعب من الشغل، بس صوته واثق قوي وهو بيقول: فين المطبخ يا مدام؟ خلينا نخلص قبل ما السخونية تزيد. دخل المطبخ وابتدى يشتغل، وأنا كنت واقفة جنبه باستحياء، بحاول أساعده أو أجيب له أي حاجة. كل شوية يقول لي: هاتلي مفك رفيع كده أو فوطة صغيرة، وأنا أروح وأرجع والمية بتغلي من صوتها كأنها بتغلي جوه المواسير. في لحظة وأنا بمدله الفوطة الباب اتقفل لوحده. اتنفضت، قلت له: هو الباب قفل كده ليه؟ قال لي بهدوء: "أه، شكله طيار الهوا، ما تخافيش". بس الجو كان غريب، المطبخ صغير والبخار مغطي المرايات والحيطة. صوته تقيل وخطواته تقيلة، وأنا حاسة إن نفسي بيتقل، مش من الخوف، من حاجة تانية، توتر مش فاهمة سببه. قال لي: بصي يا مدام، اللي ركب المواسير قبلي عمل مصيبة، ده حاطط السخن مكان البارد والبارد مكان السخن. وبعدين ضحك ضحكة خفيفة وقال: كده الواحد ممكن يغلط في كل حاجة بعد كده. الضحكة دي كانت كأنها كسرت الهدوء كله. ضحكت غصب عني، بس قلبي كان بيدق بسرعة. بصلي نظرة غريبة، نظرة فيها حاجة مش مريحة ولا جرحة، حاجة وسط. رجع يشتغل في صمت، وأنا واقفة مش عارفة أخرج ولا أتكلم ولا حتى أعرف أنا متوترة ليه بالشكل ده. بعد شوية المية اندفعت فجأة، نط ردة فعله بسرعة وأنا اتخضيت ووقعت على الأرض. المية بلت هدومي. فجأة لقيته بيقرب مني بسرعة، بيحاول يسندني، وصوته واطي جدا وهو بيقول: استني بس، ما تتحركيش، المية سخنة. كان بيحاول يساعدني فعلا، بس كل ثانية وأنا واقعة على الأرض كنت حاسة إني في موقف غريب جدا، مش عارفة أتكلم ولا أهرب ولا حتى أعرف أنا متوترة ليه بالشكل ده. ساعدني أقف وفضل يعتذر وهو بيقول: والله آسف يا مدام، مش قصدي خالص، المكان ضيق وأنا كنت بحاول أمسك المواسير. قلت له وأنا بحاول أخفي ارتباكي: مفيش حاجة، بس خدت رعب. ابتسم وقال وهو بيكمل شغله: هو الرعب ده أهون من الغلط اللي عمله اللي قبلي، لو كنتي شغلتي السخان كان زمان البيت ولع. خلص شغله بعد ساعة، بس طول الوقت الجو ما كانش عادي، كأنه في حاجة في الهوا بينا، مش غلط بس مش مريحة برضه. قبل ما يمشي: لو حصل أي تسريب تاني كلفيني أنا بس، ما تجيبيش حد غيري. وسابني ومشي. وأنا واقفة في المطبخ بعد ما خرج ببص على المكان اللي كنا واقفين فيه، المية لسه على الأرض والباب لسه بيتأرجح لوحده وصوت السخان بيغلي في الخلفية. بس الموقف كله كان سايب جو غريب جدا، ما بين خوف وارتباك وإحساس مش فاهمة سببه.